السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في حلقة جديدة من قناتكم بكوين. النهارده هتكلم معاكم عن الاير فراير او القلايات الكهربائية. طبعا بمناسبة العودة للمدارس فكله غالبا بيدور على الحاجات دي دلوقتي. هتكلم معاكم عن افضل 3 ماركات موجودين في السوق وتقريبا رينج الاسعار بتاعتهم. لو انت اول مرة تشوفنا، احنا عندنا معارضنا في اسكندرية، عندنا جميع انواع الاجهزة الكهربائية، الشحن والتوصيل لجميع المحافظات. لو انت مشترك معانا ومفعل زرار الجرس بيكون ليك 3 مميزات. لو عايز اي منتج من عندنا بيكون ليك خصم كويس جدا. لو عندك مشكله مع شركه اجهزه كهربائيه ايا كان الشركه دي ايه، كلمنا واحنا باذن الله هندلك على اقرب طريق لحل المشكله وهنكون معاك خطوه بخطوه. اما تالت حاجه، لو انت عندك منتج وعدى عليه فتره الضمان تواصل معانا لو عايز اي قطعه غيار او عايز فني يصلحه. كل ده بس لو انت مشترك معانا في قناه بكوين ومفعل زرار الجرس. وكمان عندنا الشحن والتوصيل لجميع المحافظات. طيب عشان ما نطولش عليكم نشوف معانا ايه النهارده من افضل 3 اير فراير موجودين في السوق. هبدا معاكم من المركز الثالث لحد ما اوصل للقلايه رقم 1. في المركز الثالث معانا بتيجي قلايه تورنيدو، بتكون ضمان العربي. سعرها بيكون اقتصادي جدا مقارنه بالماركات الثانيه، تقريبا بيبدا سعرها معانا من اول 3500 جنيه. طبعا كل ما عدد اللترات يزيد سعر بيزيد. ولو انت عايز تسالنا على قلايه معينه تواصل معنا تحت في التعليقات او خش على صفحتنا على الفيسبوك مراجعات بكوين للاجهزه الكهربائيه، نفس اللوجو بتاع اليوتيوب. طبعا بتبدا معانا من اول 2.5 لتر لحد 7 لتر، بيكون في منها موديلات ديجيتال وموديلات مانوال، كل ده عشان تلاقي المناسب لميزانيتك. خدمه ما بعد البيع بتكون متوفره وقطع الغيار بتكون برده متوفره. سعرها بيكون مناسب مقارنه بالقلايات التانيه اللي موجوده في السوق وسهله جدا في الاستخدام. يمكن من ضمن عيوبها هي خامات التصنيع بتاعتها مش بتكون اقوى حاجه، يعني بتحتاج نظافه دوريه، بتحتاج اهتمام شويه وما تخليهاش تتخبط. النوع الثاني معانا او المركز الثاني معانا بتيجي الاير فراير من شارب، نفس ضمان العربي، حاجه عمليه جدا تستحمل معاك الشغل. تبدا معانا من اول 3.2 لتر لحد ما توصل معاك ل 7 لتر واكتر. التحكم بيكون سهل جدا فيها وبيكون فيه تايمر موضح فيه كل التفاصيل. الحله الداخليه بتاعتها بتستحمل معاك الشغل التقيل وبتكون سهله جدا في تنظيفها. سعرها تمام بيبدا معانا من اول 5500 جنيه. طبعا كل ما عدد اللترات يزيد او عدد الوات يزيد او القدره الكهربائيه تزيد بسعرها بيعلى شويه. يمكن من ضمن عيوبها انها مش بتكون فيها البرامج اوتوماتيك، لازم البرامج كلها تتظبط يدوي. معظم موديلاتها بتكون مانوال مش ديجيتال، والديجيتال الموجود بيكون سعره عالي شويه. في المركز الاول معانا طبعا القلايه من كنود. شركه كنود من القلايات العاليه جدا معروفه عالميا. سعه اللترات بتاعتنا توصل معانا لحد 11 لتر. بيكون فيها موديلات مانوال وموديلات ديجيتال زي ما انت عايزه، وكمان برامج طبخ جاهزه. توزيع الحراره داخل الحله بيكون متساوي. بيكون فيها عيبين، سعرها بيكون عالي شويه، تبدا معانا من اول 6500 جنيه. تاني عيب ان بيكون فيها مضروب كتير جدا في السوق وحاجه بدون ضمان، فسهل جدا تتخدعي فيها. لازم تشتري من مكان معتمد. احنا بالنسبه لنا عندنا القلايات دي كلها، كمان عندنا ضمان سنتين لكنود من شركه رايا، تاخدي كارت الضمان مع الفاتوره. فانا بالنسبه لي القلايه رقم 1 طبعا بتكون كنود. حد هيخش يقول لي طب انت ليه ما اتكلمتش على بلاك اند ديكر، ما اتكلمتش ليه على فليبس او ديلونجي؟ كلها قلايات محترمه جدا بس ملهاش استقرار عندنا هنا في مصر. ممكن حد يضحك عليك قلايه سعرها 6000 جنيه يبيعها لك ب 13000 جنيه في ماركات زي فليبس وديلونجي، وقطع غيارها للاسف بتكون مش متوفره. فعشان كده انا رشحت لكم كنود. لو انت استخدمت اي قلايه من اللي انا اتكلمت عنها في حلقه النهارده سيب لنا تحت في التعليقات بحيث ان الجميع يستفيد ايه تجربتك مع القلايه وايه المميزات اللي شايفها وايه العيوب اللي في القلايه. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتعمل شير لو حد بيدور على قلايه. انا بفكركم لو انت مشترك معانا في القناه بتاخد خصم كويس جدا، وكمان بنفيدك لو انت عندك اي مشكله في الاجهزه الكهربائيه مع الشركات. وكمان لو عايز اي قطعه غيار تواصل معانا باذن الله هنوفرها لك. اشوفك على حلقه جايه كتيره، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.